يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا، يا صباح التفاؤل على عيونكم يا حبايب قلبي. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل ايه مع بعض النهارده؟ هنعمل الكفتة الجميلة دي او الكباب السمك التحفة دي. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. انا من يعني بقالي فترة وانا بقول لكم هعملها معاكم على القناة. انا طبعا بعملها كتير في بيتي، بس اول مرة اعملها معاكم على القناة. اعملوها بنفس طريقتي مش هتندموا، الطريقة حلوة جدا جدا، هتتبسطوا منها. نزلت طبعا، عملت البصلة في الكبة، ونزلت بها في الحلة كده. هنحمر البصلة دي طبعا، هناخد نصها للعجينة، والنص التاني هنحط عليه ايه؟ هنحط عليه المية. طبعا الرز انا نقحته وصفيته كويس، وعملته في المفرمة بتاعت او الكبة او المطحنة بتاعت التوابل. يا ولاد طحنته حلو، وانت حابة تنعميه براحتك خالص مفيش مشكلة. انا يا دوب اديته ايه يعني طحنة بسيطة كده وخلصت على طول. فما شاء الله كده حمرت البصلة. طبعا البصلة كنت حطيت شوية سكر صغيرين وشوية فلفل اسود صغيرين. حمرت البصلة زي ما قلت لكم، اخدت نصها وسبت نصها، نزلت عليها بالطماطمية اللي انتوا شايفينها دي وقرن فلفل. عندك واحد سبايسي ماشي، ما عندكيش عندك هريسة شطة، حط حتة هريسة شطة حلوة معاها، بتدي طعم حلو جدا للشوربة اللي انت هتعمليها. طبعا السمك احنا اخدنا اللي احنا هنعمل بيه الكفتة، وباقي السمك حطيناه في الشوربة عشان يخلينا تعلي التست بتاع الشوربة. وطبعا بتخلينا الشوربة طعمها حلو جدا. السمك ده يا ولاد اسمه سكساج او قشر بياض زي ما بتقولوا عليه. فحطيت شويه رز هنا، وحطيت شويه خضره معانا. الخضره طبعا شبت، بقدونس، كزبره. انا عايزه اقول لكم الخضره راحت في داهيه، مش عارفه ايه ده. الخضره اللي انتوا شايفينها دي ب10 جنيه، مش باينه في الكفته. نص البصلة اللي انا حمرتها زي ما انتوا شايفين معايا كده حطيتها. ومعانا طبعا التوم انا عاملاه فرماه ومفرزاه. خدت نص معلقة اكل كده توم. عندك 5 6 فصوص توم عايزة تحطهم. التوابل عبارة عن ايه؟ التوابل عبارة عن كزبرة ناشفة، وزودت طبعا في الكزبرة الناشفة وشطة وكمون، والملح بتاعنا، وشوية فلفل اسود صغيرين. مفيش ابسط من كده ولا فيش اسهل من كده. عملتها الوش اللي انتوا شايفينه ده بس كده. وما شاء الله ولا قوة، يعني عملتها نعمت الرز، وبعد كده حطيت عليه فرمته مع السمك. وبعد كده حطيت عليه التوابل، وخدت الوش ده بس، اول دور ده بس. بعد كده بططتها معاكم كده او قطعتها. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا هي فاتحة معانا كده، بس هنحطها في الشوربة هتاخد لون الشوربة. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. عايزة اقول لكم طعمها حلو جدا جدا. طبعا انت بتحط التوابل نفس التوابل بحطتها على البصلة. وحطيت مكعبين ماجي، انت عايزة تبقى تستبعدي الماجي مفيش مشكلة، بس الماجي برضو بيعلي التست بتاع الشوربة معانا وبيخليها حلوة جدا. غليت معانا كده، وطيت عليها النار خالص بقى. يعني انا في كل فيديو اقول لكم هدوا النار على الاكل عشان تاخدوا احلى اكل معاكم، ما تخليش النار عالية على الاكل. انا عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الريحه تحفه 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 تحفه، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ما ننساش اللايك، ما ننساش نصلي على النبي كتير، ما ننساش ندعي لمرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. الاكله سهله وبسيطه جدا، جربوها مش هتندموا والله، واعملوه بنفس طريقتي. يعني ما شاء الله حلوه جدا. بألف هنا وشفا للي اكل. طبعا حابة أشكر حبايبي اللي بيدخلوا يشوفوا الفيديو ومش لا مش بيشوفوه، بيحطوا الكومنت ومش بيشوفوا الفيديو. مش هقول أزيد من كده. شكرا لكم، مش هتكلم كتير، لأن والله العظيم أنا يعني ببقى مش فاضية أو ببقى بعمل حاجة ببيتي. بقعد أشوف الفيديو وبحط اللايك، وبكتب اللايك مثلا رقم 10، رقم 12، رقم 11، لازم أكتب الرقم البصمة اللي انا حطاه. تمام يا حبايبي، فشكرا لكم. فزي ما بتاخدي من وقتي، انت كمان اديني حق انك تشوف الفيديو بتاعي، او الغي المتابعة بتاعتي لو سمحتي. لان فعلا انا دخلت على القناة اشوف المشاهدة عليت ولا لا، لقيتها لا. انت كاتبالي تسلم ايديكي، ما شاء الله ما شاء الله عليكي انت، ان انت مش بتراعي ربنا انك بتشوف الفيديو بتاعي. وشكرا لكم. في رعاية الله.